طيب جايب لكم النهاردة أداة هتغير طريقة تنظيمكم للنوتس وأفكاركم 180 درجة. هتكلم النهاردة عن جوهرة مخفية حرفيا، واللي خلتني أسيب كل الابليكيشنز التانية زي نوشن وغيرها من الابليكيشنز دي. الأداة دي حرفيا هتفيد أي حد، سواء كنت طالب في هندسة أو طب أو بروجرامينج أو حتى بتدرس علوم شرعية. أي مجال ممكن يخطر على بالك الأداة دي هتفيدك. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب عشان تشوف كل اللي جاي، هيفيدكم جدا إن شاء الله. يلا بينا. قبل ما اتعرف على اوبسيديان كنت بعاني جدا وانا بكتب النوتس بتاعتي، ان انا بكتبها مره ومش بعرف ارجع لها تاني. النوتس كانت متفرقه هنا وهناك، وبرضه كنت بنسى كل حاجه بكتبها، وطبعا الصور والفيديوز بتاعي ضايعه في كل حته. واستخدمت ابلكيشنز كتير فعلا، بس ما كانتش بتديني اللي انا محتاجه فعلا. وفي يوم واحد صاحبي قال لي طب ليه ما تجربش اوبسيديان؟ قلت له هو ايه ده؟ قال لي ده عباره عن ابلكيشن فري ممكن تكتب فيه النوتس بتاعتك، وكمان بيسمح لك ان انت تحفظ النوتس بتاعتك اوفلاين على الجهاز بتاعك، وكمان بيدعم الصور والفيديوز والبي دي افس والحاجات اللي كلها ممكن تستخدمها. يعني كل اللي انا محتاجه في مكان واحد، ومن غير ما تقلق على الخصوصيه بتاعتك. طبعا البرنامج فيه ميزات رهيبه جدا مش موجوده في اي ابلكيشن تاني. نبدا باول ميزه معانا، وهي الجراف فيو اللي احنا شايفينها دي، وهي عباره عن جراف بيوضح كل النوتس اللي عندك وعلاقه كل نوت باللي حواليه. ممكن هنا نزوم ونشوف برضو، يعني مثلا نشوف المايكرو سيرفيسز مرتبطة بالاي بي اي والام ميموري والاونيون اركتكتشر. فانا دلوقتي عارف ان المايكرو سيرفيسز دي ليها علاقة بكل الحاجات دي، وطبعا ممكن نعمل فيديو مخصوص ليها ازاي نستخدمها بطريقة كويسة وازاي ما تشتتناش برضو. وده برضو بيساعدك ان انت تكتشف روابط جديدة بين مواضيع مختلفة. ده هينقلنا طبعا لميزة تانية، وهي طريقة تنظيم الفايلز عندنا هنا. فمثلا اي برنامج او اي طريقه تنظيم فايلز هي بتبقى كده، ان انت بيبقى عندك فولدر معين وبيبقى جواه شويه فايلات، وجوه الفولدر ممكن يبقى فيه سب فولدرز وهكذا. يعني انا مثلا لو عندي بتكلم في الاو بي، فانا عندي تحته هيبقى فيه الاربعه البرنسبلز بتاعته. تمام. انما في اوبسيديان الموضوع مختلف جدا، فانا اقدر اول حاجه انظم الفايلات بالطريقه دي، وكمان اقدر انظمه بالطريقه دي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا بيبقى عندي فولت واحد، او اللي هو المستودع بتاعي اللي فيه كل الفايلات بتاعي، وجوه اي فايل ممكن يتربط باي فايل تاني، مش لازم يبقى ماشي بطريقه هيراريكال كده. فمثلا هنلاقي الاو بي تحته الاربعه كونسبتس بتوعه المشهورين جدا، وبرضه نقدر نربطه بحاجات تانية، زي مثلا ان انا ربطته بحاجات في السي شارب زي ما انا كنت بذاكر او كده. فالموضوع بالنسبة لك ان انت ممكن تربط معلومة من الشرق مع معلومة من الغرب. طبعا ميزة كمان مهمة جدا، ان انت مش محتاج انترنت عشان توصل للنوتس بتاعتك. كل حاجة موجودة لوكال على الجهاز بتاعك. يعني مثلا لو جينا على النوت دي نقدر نروح نقول له شو ان سيستم اكسبلورر، هنروح هنلاقي اصلا كل الفولت بتاعي هنا، كل النوتس بتاعي موجودة وبصيغة ام دي، فانا اقدر انقل اصلا من برنامج للتاني بسهولة جدا بالفايلات دي. ده غير طبعا البلجنز الكتير جدا اللي ممكن تضيفها، واللي هي تخلي لك الموضوع احسن بكتير، وتخلي لك برضو الشكل احسن والكلام من ده. فلو رحنا هنا في السيتنج هنلاقي ان احنا عندنا كوميونتي بلجنز، هنلاقي فيه بلجنز كتير جدا 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 يعني، ودي الناس اللي في الكوميونتي هم اللي بيعملوها، فممكن تلاقي اي حاجة حرفيا تخطر على بالك. وبرضه ممكن نعمل فيديو مخصوص لأهم البلجنز الموجودة دي. طبعا Obsidian فيه مميزات أكتر بكتير جدا من ده، بس يعني كفاية كده لغاية دلوقتي، هسيبكم تشوفوا الباقي براحتكم يعني. طيب دلوقتي احنا عرفنا إن Obsidian برنامج كويس والكلام ده كله. طيب دلوقتي أنا عاوز أبدأ أستخدم Obsidian، أعمل إيه بالظبط؟ أول حاجة هنروح نفتح تابة جديدة ونروح على موقع Obsidian، أسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات تحت. وهنيجي هنا نلاقي إن أنت تقدر تجيت Obsidian فور ويندوز. بكل بساطة هتعمل داونلود، وهو هيبدأ ينزل حاجة خفيفة جدا حوالي 200 ميجا أو حاجة زي كده. بعد ما تنزله هتعمل له انستول عادي جدا، وبعدين تبدأ تشغله. نيجي دلوقتي نشغله مع بعض. مثلا هنا هنلاقي ان هو فتح معايا التابة دي. بكل بساطة مش هيبقى عندك الحاجات اللي على الشمال دي، بس فكرة البرنامج زي ما قلنا بالظبط، ان انت بيبقى عندك فولت او مستودع فيه كل الفايلات بتاعتك. فانت تقدر من هنا تعمل نيو فولت، او ان انت تقدر تopen فولدر لو انت عندك فايلات ام دي كتير، تقدر تعمل اوبن وتجيبه. وفي هنا الساين ان، او ان انت اوبسيديان سينك ده، بس دي ميزه بفلوس اعتقد يعني. نيجي هنا نعمل نيو فولت تك كرييت، هنسمي الفولت مثلا محمود فشار. ممكن تسميها اي اسم، وبعدين بتعمل براوز تختار اللوكيشن بتاعتك. فمثلا انا هحط في الديسكتوب، ونعمل كرييت. على طول هيبدأ اللي هو يعمل لي الفولت بتاعي، وعامل لي نوت مبدئية هنا كده. تمام. نقدر ان احنا نعمل نوت جديدة، ان احنا نيجي هنا مثلا ونعمل نيو نوت، ونكتب مثلا نيو نوت.
تمام، او ان احنا برضو نتك كنترول وحرف الان فهيعمل لي نيو نوت على طول وهتضاف هنا. نيجي نمسحها كده. طبعا جوه النوت بنكتب طريقه كتابه اسمها المارك داون، ودي نفس الصيغه اللي بنكتب فيها مثلا في فايلات الريدمي بتاع جيت هاب والحاجات دي للناس الديفلوبرز. والتنسيق فيها بيبقى سهل جدا جدا، مش محتاج ان انت تتعلم حاجات كتير يعني، هي مجرد اساسيات كده. ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عنها، وبرضه هسيب لكم لينك في الكومنتات تتعلموها بكل بساطه. فمثلا لو انا عاوز اعمل هيدلاين او اعمل تايتل، بعمل علامه الهاشتاج وبعدين سبيس وبكتب هيدلاين، فكده انا عملت تايتل جديد. لو انا عاوز اعمل نص بولد نفس الاختصارات كنترول بي فيعمل لي النص بولد. اوكي. لو انا عاوز اعمله ايتاليك كنترول اي ايتاليك. وفي اختصارات تانية كتير يعني. لو انا عاوز اعمل خط كده فانا هعمل 3 شرط كده وبعدين انزل سطر لتحت ونلاقي ان هو الخط بتاعنا اتعمل. وبرده لو انا عاوز اعمل H2 او هيدلاين تاني، نعمل 2 هاشتاج كده ونكتب هيدلاين، وده طبعا هيبقى تحت ده. نيجي للميزة الأساسية أو المهمة جدا في البرنامج، وهي إن إحنا نلنك النوتة دي بأي نوتة تانية، وهي بتبقى عن طريق السكوير براكتس أو البراكتس اللي عاملة كده. فإحنا كل اللي إحنا هنعمله هنضغط البراكت دي مرتين ونختار النوت اللي إحنا عاوزينها ونكتب اسمها. فإحنا مثلا عاوزين نربطها بنوت اللي اسمها ويلكم، فهنلاقي على طول كده النوتة اتربطت بويلكم، واقدر من هنا ان انا اروح لها. تكيت كده هروح لويلكم على طول. طيب دي الحاجات الاساسيه اللي ممكن تستخدمها في البرنامج، ولو حابين اي شرح او اي فيديو ممكن تكتبوا لي في الكومنتات تحت وهعمل لكم فيديو ليه. وبرضه هسيب لكم لينكات تحت تساعدكم ان انتوا تبداوا في اوبسيديان. طيب نصيحه اخيره، من اول ما انا بدات استخدم اوبسيديان حسيت بفرق شاسع جدا، بقى عندي كل حاجه في مكان واحد. بس برضه حسيت بمشكله مهمه جدا، ان انا بدات اوفر يوز الحاجه دي او ان انا استخدمها زياده عن اللزوم. وطبعا ده بحجم المزايا اللي بتقدمها اوبسيديان مش صح، لان هو بيقدم لي حاجات كتير جدا. فانا بدات اتعلم كل حاجه في البرنامج، بس ده مش الصح. نصيحتي ليك ان انت تشوف انت عاوز تستخدمه في ايه بالظبط وتستخدمه على قد الحاجه دي بالظبط، بس انما ما تستخدموش اكتر من كده. ونصيحتي ليك برضو ان انت نزل برنامج وجرب براحتك كتير جدا، هتتعلم حاجات كتير جدا وهتستفاد كتير جدا. بس زي ما قلت لك ما تستخدموش زياده عن اللزوم وما تعقدهاش في الاول. ممكن واحده واحده تتعلم لغايه ما توصل للقوه الكامله للحاجه زي كده. وفي الاخر برضو اوبسيديان بالنسبه لي زي ما قلت كان عباره عن جوهره مخفيه اللي غيرت طريقه شغلي وتنظيمي للملاحظات والحاجات دي. واتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك شير سبسكرايب وتشاركه مع اصحابك كلهم، وتابع التشانل هننزل حاجات كتير مفيدة جدا الفترة الجاية.